بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عصام بدر وفيديو جديد كالعادة. طبعا في البداية برحب بحضراتكم جميعا، يا رب جميعا تكونوا في أفضل صحة وفي أفضل حال. عايز ابتدي الفيديو بتاع النهاردة من عند إيقاف قيد جديد لنادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك. لازم تعرف إن جمهور نادي الزمالك ده استحمل فوق طاقة البشر. جمهور نادي الزمالك استحمل أزمات وكوارث كتيرة جدا. جمهور نادي الزمالك استحمل معاناة لو أي جمهور بيشجع نادي تاني كان زمانه اتبرى من النادي اللي هو بيشجعه ده. قولا واحدا، جمهور نادي الزمالك استحمل كوارث، استحمل أزمات، بس أصعب الأزمات والكوارث لما تبقى مفتعلة من مجلس إدارة ناديك. لما تبقى الازمه مفتعله من مجلس اداره ناديك، انت هنا بتحس بالضيقه، بتحس بالحزن، بتحس بالخنقه. ولكن جمهور نادي الزمالك اتعود على كده. جمهور نادي الزمالك خلاص الازمات بقت عنده شيء عادي. جمهور نادي الزمالك الكوارث بقت عنده امر طبيعي. جمهور نادي الزمالك بالنسبه له ان نادي الزمالك لو عدى موسم كامل من غير كوارث وازمات يقول لك في حاجه غلط كده. قولا واحدا كده في حاجه غلط. احنا متعودين الصبح ايقاف قيد، بالليل ايقاف قيد، الصبح لاعب راح اشتكى، اخر النهار مدرب راح اشتكى. خلاص احنا اتعودنا على كده. الغريب في ايقاف القيد مش ايقاف القيد نفسه، ليه؟ اللي انا لسه قايل لحضرتك ان جمهور نادي الزمالك الموضوع دي بقت بالنسبه له عادي. ايقافات القيد خلاص. شفت زي ما يكون مثلا واحد بيجيب واحد ويضربه الصبح واخر النهار كل شويه يضربه بالاقلام، فهو جسمه نحس على كده، خلاص ما عندوش مشكله. يعني ما عندوش مشكله في ايقاف القيد، هو جسمه نحس على كده. ولكن الغريب في الموضوع ايه؟ ان لما يكون ايقاف قيد اللي جوزيه جوميز والاثنين المساعدين بتوعه، لما يكون ايقاف القيد مع نادي بحجم نادي الزمالك، تبقى كارثه. برضو القصه مش في الايقاف نفسه. طب واحد يقول لي حيرتنا معاك يا عم عصام، امال القصه في ايه؟ اقول لك ايقاف القيد ده جاي عشان 120 الف دولار. تخيل نادي بحجم نادي الزمالك، او نادي بقيمه نادي الزمالك، او نادي بعظمه نادي الزمالك، يتوقف له قيد عشان 120 الف دولار. نادي لما يكون مجلس ادارته كلهم بالكامل، يمكن 95% من مجلس الاداره كلهم رجال اعمال بالكامل، كلهم رجال اعمال باستثناء الكابتن حسين السيد، كلهم رجال اعمال بالكامل، وتوقف له قيد ب 120 الف دولار، يبقى كده دي فضيحه. لما يكون نادي بحجم نادي الزمالك عنده موارد ماليه، عنده تجديد اشتراكات، عنده تجديد عضويات، عنده محلات في سور النادي المفروض اللي هي بتدخل اموال كتيره كل شهر لنادي الزمالك، وتوقف له قيد ب 120 الف دولار، تبقى كارثه. لك ان تتخيل ان نادي الزمالك اتوقف له قيد عشان 120 الف دولار. لو رجعنا بالذاكره شويه كده، لما كان المجلس الحالي برضو لما سدد القيد بتاع اتشيمبونج اللي هو كان في عصر المستشار مرتضى منصور، لما كان 100 ألف دولار، وطلع برضو أعضاء أو جزء من أعضاء المجلس وطلع قالوا اتكلموا بقى ناس الزمالك بتوقف له قيد عشان 100 ألف دولار عشان اتشيمبونج. طب اتشيمبونج خدهم كام؟ خدهم بفوائدهم مبالغ كتيرة، بقى من أغنى أغنياء غانا اتشيمبونج. وطلعتوا انتقدتوا، قلت نادي كبير بحجم نادي الزمالك اتوقف له قيد عشان 100 ألف دولار. طب النهارده نادي الزمالك بنفس المجلس الحالي الموجود اللي كان بينتقد من فترة، النهارده بيتوقف له قيد عشان 120 ألف دولار. هنا لازم تقف شوية. هنا لازم تعرف إن نادي الزمالك لما توقف له قيد ب 120 ألف دولار، هم ال 120 ألف دولار بكام يا جماعة؟ مش مكملين 6 مليون جنيه يا جماعة. نادي بحجم نادي الزمالك ده كله خزنته ما فيهاش 6 مليون جنيه، تبقى دي فضيحة. فضيحة ووصمة عار في جبين المجلس اللي موجود الحالي. لما خزنة النادي تكون ما فيهاش 6 مليون جنيه دي كارثة. لما خزنة النادي تكون ما فيهاش 6 مليون جنيه دي فضيحة. ازاي يا جماعة؟ ازاي؟ وبعدين يطلع يقول لك مصدر مقرب من مجلس الإدارة ده احنا خلاص كنا اتفقنا مع جوزيه جوميز على تسوية المبلغ، وازاي الشكوى لسه ماشية. طب واحدة واحدة.
عشان لما قلت قبل كده الشق الاداري انتوا برضو مش ناجحين فيه، الناس بتزعل. واحد يطلع يقول لك ايه ده عايز ريتش، واحد يطلع يقول لك ايه ده لجنه، واحد هيطلع يقول لك اصل مش عارف ايه. الكلام هيدور. طيب واحده واحده. حضرتك كمجلس اداره، انا يا عم ولا بتاع ريتش ولا لجنه ولا الكلام الفاضي اللي بيتقال. واحده واحده معايا. انت حضرتك قلت ان احنا خلصنا كل حاجه واحنا مستغربين ان جوميز كمل في الشكوى. طيب الف ب اداره او الف ب شكاوي. انت اتفقت مع جوميز على تسويه المستحقات. طيب هل الفيفا راح لها ما يثبت صحه كلامك؟ لا. طب هل الفيفا راح لها ورقه ماضي عليها جوزيه جوميز الطرف اللي شكيك وانت ماضي عليها على التسويه، والورقه دي تعتبر بمثابه تنازل عن الشكوى من جوزيه جوميز؟ هل الخطوه دي اتعملت وراحت للفيفا؟ لا برضه. يبقى انت مستغرب ومصدوم ليه ان انت توقف لك قيد. واحده واحده معايا بقى. اسمع عادي انت وهو، يا بتاع الريتش انت وهو، يلا اسمع عادي يا حبيبي انت وهو اللي بتقول ايه شويه ده ريتش شويه ده لجنه. اسمع وتعلم. لما تكون انت كمجلس اداره خلصت القصه او الطرف اللي هو شكيك خلصت معاه القصه، الطبيعي بتعمل ايه؟ حاجه اسمها مخالصه او ما يثبت ان انت خلصت القصه مع الطرف اللي شكيك. الطرف اللي شكيك بيمضي عليها وانت حضرتك كمجلس اداره بتمضي عليها، بتخطر الفيفا وبتبعت لهم نسخه من التسويه على التنازل عن الشكوى. الطبيعي الفيفا بيعمل ايه؟ بيشيل اسمك من قوائم الممنوعين من القيد. مش ده القانون ولا انا بتكلم في حاجه تانية؟ مش ده نص القانون بتاع العقوبات ولا انا بألف كلام؟ طيب انت النهارده يلي مصدوم يا اساتذه يا افاضل، كل الاحترام والتقدير لحضراتكم طبعا على المستوى الشخصي، كل فيديو بقولها، ولكن على الجانب الاداري زيرو اداره. انت النهارده طالع مصدوم بتقول المفروض ان جوميز كان خلاص صاحب الشكوى. طب انت اتفقت مع جوميز بالتليفونات، الفيفا يعرف الكلام ده؟ فين المستشار القانوني بتاع النادي؟ فين المستشار القانوني اللي موجود؟ فين اللي مسؤول عن القضايا دي؟ ازاي ما يبقاش في مخالصه؟ حته ورقه بيضه ملهاش لازمه، حته ورقه بيضه حضرتك بتكتب فيها المخالصه، الطرف اللي شكيك بيمضي وحضرتك بتمضي، وبتبعت نسخه منها، بتبتدي تخاطب الفيفا بتبعت نسخه منها على التنازل عن الشكوى. حضرتك عملت ده؟ لا. للمره المليون لا. طالع مصدوم ليه؟ انتوا طالعين مصدومين على ايه؟ انتوا بتضحكوا علينا ولا بتضحكوا على نفسكم؟ بتضحكوا علينا ولا بتضحكوا على نفسكم؟ طالع تقول لي اصل انا مصدوم. طيب هتسمع الاراء بتاع المجلس في الفتره الجايه. اصل ارض الزمالك اتسحبت، اي مشكله تحصل في النادي رجعوا الارض. لدرجه ان انا خلاص عارفين فيلم الارض بتاع محمد ابو سلم، الارض لو عطشانه. خلاص انا بالنسبه لي يعني الصبح هسمع الاغنيه دي واخر النهار هسمع الاغنيه دي، وبالليل قبل ما انام هسمع الاغنيه دي. ليه؟ عشان اصبر نفسي. اصبر نفسك؟ واحد يقول لي هتصبر نفسك ليه يا عم عصام؟ اقول له اصل الزمالك اتوقف له قيد. ورد المجلس هيكون كالاتي: الارض اتسحبت، اصل الارض بمثابه حياه او موت. كل نصيبه بتحصل في ناس زمالك بيربطوا الارض بيها، كل بلوه بتحصل في ناس زمالك بيربطوا الارض بيها، كل نصيبه وجريمه بتحصل في ناس زمالك برضه بيربطوا الارض بيها. اصل الارض كانت هتدخلنا 800 مليون، اصل الارض كانت هتدخلنا 600 مليون. حضرتك سيبك من ال 800 وال 600 والكلام الفاضي. حضرتك ما معكش 6 مليون جنيه لجوزيه جوميز، ما معكش 120 الف دولار لجوزيه جوميز. حضرتك في بلاوي جايه، في كوارث جايه، في فضايح جايه، في ازمات جايه. انت مش عارف تحل ازمه دلوقتي في 6 مليون جنيه. هتعمل ايه في قصه مش لاك كونراد اللي حضرتك كمجلس لبسته لنا برضه وعملت عليه ديون بمليون و800 الف دولار؟ انت غرقان في 6 مليون جنيه، هتسد مليون و800 الف دولار؟ ايه وجه الاستغراب في كده؟ ايه وجه الاندهاش بتاع المجلس في كده؟ مندهش ليه؟ انت مندهش بناء عن ايه؟ عارفين محمد هنيدي في فيلم عسكر في المعسكر اما قال لها احنا انكتب علينا الشقه سعديه؟ جمهور نادي الزمالك نفس النظام، انكتب علينا الشقه يا جمهور نادي الزمالك حرفيا خلاص اتكتب عليه الشقه. طب نرجع بقى لعلاج الضغط وعلاج مش عارف ايه وايه وايه عشان يعجب المجلس الحالي. طب نعمل ايه؟ طيب نحط البرشام بتاعنا في السديري
نحط برشام الضغط وبرشام مش عارف ايه نعلقه في السريري عشان واحنا رايحين الشغل الصبح ايقاف كده هوب اخد حبايه. اخر النهار مش لاك كونراد مش عارف القضيه بتاعته، ده في 3 قضايا بالمناسبه. انت خدت ده في 3 قضايا، انت واخد ايقاف قيد في ال3 قضايا، انت فاهمني؟ يعني بص، توفيق العيني وعلي زنزعانه ليله سعادتك جوه. عارفين محمد سعد لما الظابط خبط عليه قال له الراجل ده مسطر على عريين، سعادتك جوه في ليله لسه جايه، في ليله من ايقافات القيد لسه، في مشلاك ولسه في نادي شيكوبانزا ولسه في اتحاد طنجة المغربي بتاع حميد معالي، لسه بلاوي سعادتك، قصص سعادتك جايه. علي زنزعانه وتوفيق العينخ ورفيق حليش، بلاوي جايه لسه ده انت لسه هتقابل. انت غرقان في 6 مليون جنيه مصري، هتعمل ايه مع الناس دي كلها؟ الناس دي كلها هتعمل معاها ايه وانت غرقان في شبر ميه في 6 مليون جنيه؟ هتعمل ايه بقى مع الناس الجايه دي كلها؟ مش عارف. ايه المبرر بتاعك اللي هتجهزه؟ برضه مش عارف. طب احنا كجمهور نعمل ايه؟ طب حد يقول لي احنا نعمل ايه؟ طيب اما انت 6 مليون ومش عارف تحضرهم، طب اكلم الحاجه سعاد تبيع الحلق بتاعها، واكلم الحاجه زبيده تقلع الغوشتين بتوعهم وتبيعهم، اكلم الحاج عبد الصمد يبيع الحصان والعربيه بتاعته اللي بياكل بيهم عيش عشان خاطر يبيعهم، ونيجي نسد ال6 مليون جنيه. طب في شارع جامعه الدول حضرتك ينفع نحط صناديق ونكتب عليها تبرعوا لنادي الزمالك عشان رفع الايقاف كده ب 6 مليون جنيه؟ طب نعمل ايه طيب؟ طب انت عايز ايه طيب؟ طب اكلم الحاجه نوسه تقلع الحلق بتاعه ونروح نبيعه؟ حضراتكم نعمل ايه؟ انت كمجلس اداره بتكابر، غرقان وبتكابر، ماشي غلط وبتكابر. فين صوت اعضاء المجلس؟ فين الكابتن احمد سليمان اللي كان بيطلع اللي نايم في MBC 56 ساعه؟ حد سمع له صوت؟ لا، مش هتسمع له صوت. ليه؟ عشان في اخفاقات. طول ما في اخفاقات في ناس الزمالك كله هيخش. هتلاقي بقى مين اللي بيتكلم؟ الاستاذ حسام المندول، الاستاذ هشام نصر، واحد طالع يقول لك الزمالك كان مريض ودلوقتي بيموت، والتاني يقول لك لو ما رجعتوش الارض هنشحت. ما تعلنوا افلاسكم بالمره. خلاص، ما نعلن افلاسنا بقى يا جماعه، بقى نعلن افلاسنا ونقلبه مطعم ونجيب فيه شيفات ومش عارف وايه وتقف تشتغل ونعمل وجبات ونبيع في الشارع. عيب بقى اللي بيحصل ده، عيب. عيب بقى اللي بيحصل ده، عيب. 6 مليون جنيه غرقانين فيهم، عيب. ده انتوا رجال اعمال كبار، ده انتوا اسامي كبيره. عيب بقى اللي بيحصل ده، عيب. عيب. لازم يكون في الشق الاداري بتاعكم احسن من كده. عيب بقى، عيب الفضايح اللي بتحصل في الزمالك دي، عيب الازمات اللي بتحصل في الزمالك دي، عيب الكلام اللي بيحصل ده. 6 مليون جنيه غرقانين فيهم، ونرجع في الاخر اصل احنا بنموت، اصل الارض، اصل مش عارف ايه، اصل مش عارف ايه، ونطلع في الاعلام ونزق عمرو اديب ونزق مش عارف مين، والارض لازم ترجع ومش عارف. عيب يا جماعه اللي بيحصل ده، عيب. الشيله تقيله عليك، اطلع قول الشيله تقيله عليا. ما تبيعش الهوا للجمهور، ما توهمش الجمهور. الدنيا غرقانه منك، اطلع قول. مش عيب والله، مش عيب. حتى الجمهور هيبقى عارف كل حاجه، هيبقى شايف الامور ماشيه قدامه ازاي، هيبقى الكلام قدامه على ميه بيضه. انما احنا بقى اللي بيحصل ده، معلش، ده حضرتك ده لو كل رجل اعمال دفع له 50 60 الف من المجلس خلصوا 6 مليون، باستثناء الكابتن حسين السيد. طب واحد هيجي يقول لي عصام انت ليه يعني باستثناء الكابتن حسين السيد؟ عشان اقول لك اكتر واحد في المجلس بيدفع فلوس في نادي الزمالك الكابتن حسين السيد. لك ان تتخيل. شيله من المجلس ده بقى، ده شيله اركنه على جنب خالص. ودي معلومه انا بقولها لحضرتك، شيله من المجلس واركنه على جنب. كابتن حسين السيد، هات $1,000,000 يا كابتن، حاضر خد شيكات. مزنوقين في $1,000,000 يا كابتن، حاضر خد شيكات. $500,000 يا كابتن، حاضر خد شيكات. متخيل؟ ومع ان في اتقل من الكابتن حسين السيد في المجلس، خد بالك، مع احترامنا للكابتن حسين السيد، مع ان في اتقل منه كابتن حسين لبيب، توكيل قبل ومش عارف وايه والكلام ده كله. في رجال يعني المجلس فيه تقال كتير، في اتقل من الكابتن حسين. ولكن عمرك شفت الكابتن حسين السيد طلع قال لك انا اديت الزمالك قرض حسن زي الكابتن هشام نصر؟ لا. عمرك شفت الكابتن حسين السيد طلع قال لك انا اديت الزمالك
او دفعت فلوس في نادي الزمالك ما يقرب من 5-6 مليون دولار؟ برضه لا. عمرك شفت الكابتن حسين السيد طلع في قناه او اتكلم في الاعلام وقال لك نادي الزمالك كان عنده ازمه وانا برعت؟ لا. الوحيد في المجلس. هات 2 مليون حاضر شيك، مليون دولار حاضر شيك، نص مليون دولار حاضر شيك، زملكاوي. ده اللي زملكاوي بجد، ده اللي قلبه على الزمالك بجد، ده اللي خايف على الزمالك بجد. طب الباقي كله لا، ما حدش فاضي. كابتن هشام نصر بيدور على حد عشان يشيله على كتفه العزبه راح. الاستاذ حسام المندوب ما بينزل طبعا داخل انتخابات مجلس الشعب بتاع الدوره دي ومش فاضي، بيقعد مع اهل الدايره بتاعته وبيقول لهم البرنامج اللي هو الانتخابي بتاع الدايره، زي ما ضحكوا على جماهير نادي الزمالك وقالوا دعايه انتخابيه، نفس النظام كده بالظبط. كابتن حسين لبيب بيجي الصبح الساعه 12 يخش النادي، يطلع المكتب يرن الجرس، يطلب القهوه، يقعد العلبه الطايم الازرق معاه يولعها، السجاره خلصت يولع الثانيه، الساعه 7 8 يمشي. كابتن احمد سليمان تقريبا بايت في MBC، ما بيجيش منها خالص عشان العقد والكلام. طب نادي الزمالك كله بيرقص على جثه نادي الزمالك، ما عادش فاضي. هو ما عادش فاضي لنادي الزمالك، فضحك على الجمهور. لا، فعشان كده بقول لك الوحيد اللي في المجلس ده هو فعلا اللي يستاهل يبقى موجود في المجلس في كل دورة، مش عشان بيدفع فلوس، عشان مخلص للزمالك، عشان مخلص لنادي الزمالك، مش عشان حاجه تاني، عشان بجد بيحب نادي الزمالك، عشان نادي الزمالك ده عنده حاجه كبيره. ففي النهايه نتمنى الخير لنادي الزمالك، وهنشوف ايه اللي هيحصل في قصه وازمه ايقاف قيد نادي الزمالك. طب خلينا نروح لموضوع تاني غير موضوع القيد، وهو نادي الزمالك جايب مدرب حراس. طبعا موقع القاهره 24 انفرد بالخبر اللي هو بيريرا ده بتاع مدرب حراس مرمى نادي الزمالك. موقع القاهره 24 قال ان الراجل اشتغل في اسرائيل، اشتغل في تل ابيب قبل كده مدرب حراس. انا مش عارف الناس هناك في النادي هي الثعلبه جريت في دماغكم ولا ايه؟ انا مش فاهم في ايه. يعني انا مش عارف الناس يعني تجاهلت الامر ده ازاي، مش عارف الناس تجاهلت الجزئيه دي ازاي قولا واحدا. طب ده راجل وسبق ونشتغل في تل ابيب بحسب موقع القاهره 24، عقده على القاهره 24. طبعا القاهره 24 مش هيقول خبر زي ده وهو غلط يعني. طب انت شفت ده ازاي؟ اول حاجه عيب، عيب وما ينفعش وانت مش محتاجه. انت مش محتاج مدرب الحراس اللي اشتغل في تل ابيب. انت هتجيب لي ليشع وكوهين وليفي هنا؟ انتوا الثعلبه جريت في دماغكم ولا ايه يا جماعه؟ انتوا ايه اللي حصل لكم فيه ايه؟ انتوا رايحين فين بالظبط، ولا جايين منين، ولا انتوا جايين بتنفذوا خطه تدمروا الزمالك، ولا انتوا في ايه بس؟ يعني ايه القصه يعني معاكم يعني؟ مش محتاجه. بتعمل لنفسك ازمه ليه؟ هو انت خلاص خالي من المشاكل، خالي من الازمات؟ بتعمل لنفسك قصه وازمه ليه؟ بتعمل لنفسك فيلم وحدوته ليه؟ بتدخل ناس الزمالك في ازمات ليه؟ مدرب حراس اشتغل، انت جايب لي مدرب حراس اشتغل في اسرائيل، جايب لي ليشع وليفي وكوهين هنا. انتوا ايه اللي حصل لكم؟ انا مش فاهم انا. هو انتوا يا جماعه انتوا يعني نايمين مغناطيسي ولا ايه؟ ولا انا مش فاهم يعني. ما هو انت لما تسمع خبر زي ده تعرف ان في كارثه، تعرف ان في بلوه في نادي الزمالك، تعرف ان يعني فعلا المجلس ده لازم يمشي النهارده قبل بكره. واحد هيجي يقول لي طب ما المجلس لو مشي هنعمل ايه؟ اقول لك يغرق النادي، يبقى من غير مجلس احسن ما يبقى في مجلس وعندي ازمات فضايح مش ازمات. انا عندي فضايح مش ازمات ومش عارف المها. هو الراجل اللي جاي ده لابس طاقية لخفة اللي كان شغال في تل ابيب يعني هيخلي الحراس تطير في الجو وتبخ رابسه ولا ايه؟ مش فاهم انا. ما انا عايز افهم القصه. يعني الراجل اللي اشتغل في تل ابيب وجه ده هيخلي صبحي والمهدي سليمان يطيروا في الجو وبخ رابسه؟ ما في ايه؟ ما انا مش فاهم انا. ما احنا عايزين نعرف الدنيا ماشيه ازاي. مجلس الاداره واخد النادي واخد النادي ايه في سكه اللي هو الانتحار، ونطلع في الاخر انا مالي، النادي مريض والنادي بيموت، رجعوا لي ارض الزمالك، انا مالي كل حاجه ارض الزمالك. عيب يا جماعه، عيب. عيب. ناس الزمالك مش صغير، ناس الزمالك كبير، ناس الزمالك واجهه ليكوا، ناس الزمالك واجهه مشرفه ليكوا مع احترامي ليكوا بالكامل. ناس الزمالك المفروض يعني عايز منكم احسن من كده واكتر من كده، انما اللي بيحصل منكم ده ما ينفعش.
ففي نهاية الفيديو مش عايز اطول على حضراتكم اكتر من كده. نهاية الفيديو، نتمنى التوفيق لنادي الزمالك فيما هو قادم. اشكر حضراتكم واشوف حضراتكم في فيديو جديد. بس عايز قبل، يعني انا اسف يعني ان انا ختمت ورجعت تاني، عايز اعرف الصبر بيتجاب منين، ولا